بزاف اللي كانوا كيناديو بالرحيل ديال عادل رمزي، مشى رمزي جا البنزرتي. طبعا البنزرتي ما يمكنش الواحد يلوموا على الهزيمه ديال البارح، ولو ان الحلول غابت طبعا. الشوط الثاني المجموعه اللي تحت التصرف ديالو، راه هادشي اللي عطا الله، اللاعبين اللي كاينين راه هما هادو. البعض كيشوف ان المشاكل ديال الوداد، وانا حتى انا مع الطرح، تفوق بكثير ما هو تقني، وتفوق يعني ما هو رياضي، وكتمشي ما هو تدبيري. انا كنتكلم على طبعا الطريقه التي تدبر بها شؤون الوداد من هذه السنوات، ماشي غير هذه السنه. والكلام هذا كنا كنقولوه الوداد يتوج بالالقاب، كنا كنقولوا الوداد راه في حاجه الى هيكله، لان بزاف الحاجات بزاف الاشياء كانت مغطيه مور النتائج. ملي كتكون نتائج ايجابيه حتى شي حد ما كيبقى يسول على الهيكله، حتى شي حد ما كيبقى يسول على التكوين، حتى حد ما كيبقى يسول على الفريق الامل والجونيور، وهذا الشيء هادشي كله كيتنسى في المدير الرياضي، في المدير هادشي حتى كيبداو كيوقعوا الهزائم، عاد كلشي كتذكر هادشي. النتائج كمخدر كتخدرك، كتكالمي الالم اللي كتكون عندك، حتى لواحد الوقت عاد كتبان. مثلا حنا الاشكال اللي كان عند الوداد، كنا ديما كناديو بالهيكله. الوداد غير منظم، ما كاينش انه هيكله، برنامج اداري باين هذا الرئيس، مساعدين، المهام ما كاينش توزيع المهام، ما كاينش حتى بروجي بروجي على المستوى المتوسط والمستوى البعيد ما كاينش. وكان ديما نفس النداء النصير كيشتغل ديما على المدى القصير. المدى القصير كان ديما نفس النداء عند الجماهير تاع الوداد، نطالب بالهيكله. كانت النتائج الايجابيه كما كنقولوا حنايا كتضرق، كتخفي بزاف الحوايج، والجمهور صافي كيقول من بعد من زعما ما ناثروش على الفريق بالسلب، انا ما نديروش واحد الضجيج باش ما نتسماوش اننا المؤسفون هذا الشيء موصف كيتسمى تشويش. وحنا ملي كنا كنتكلموا على هذا الشيء الوداد في القمه كنا كنسموا مشوشين على مشوشين. راه الواحد راه كيوضع الاصبع ديالو على الخلل باش كيطالب بالاصلاح، ماشي نتسناو حتى تنهزم الوداد عاد نبداو كلشي يبدا كيجلد في الفريق راه دابا هذا الشيء راه تحصيل حاصل. الفريق راه كيدفع الضريبه ديال التسيير، ديال سوء التسيير بكل صراحه، ديال سعيد نصير، والتسيير الانفرادي. سعيد نصير براسو عارف انه هذا الاشكال هذا، ودائما كيوعي الجماهير انه بالتغيير كل عام. وباقي ما كاينش الجماهير صراحه ملات من هذه الاسطوانه المشروخه اللي ديما كتعاود. دابا باقي الحل، الجماهير اش كتقول انه كاين حل واحد، انه سعيد نصير يوفي بالكلام تاعو. هاد الاطروحه صراحه ولات مستبعده عندهم، حيت هما سنين كيطالبوا بنفس الطلب وما كاينش. او الحل الثاني انه صافي شاف انه صافي كما كنقولوا حنا ما بقاش قادر يعطي شي حاجه، ما بقاش قادر يعطي شي اضافه، يفتح باب ترشيح الرؤساء قادرين. لان في هاد السنوات كامله اللي دوز النصيري على راس فريق الوداد، المدربين من يخطئ يحاسب ويقال منصبه، اللاعبين من يقصر ومن لا يقدم اداء جيدا يتم فسخ العقد ديالو ولا يعار ولا كيتبع الفريق، الا الرئيس اللي راكم بزاف الاخطاء وما كاين لا حساب لا حتى شي حاجه، وخاصه المعادله